السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. اللي بغيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه، وصفه تجميليه، واحد واحد المكون اللي عنده فوائد كثيره بزاف على صحه الانسان، ولكن بزاف ديال الناس ما يعرفوش ولا يخافوا من الاستعمالات ديالو، ولكن عن التجربه فعلا عنده فوائد صحيه كثيره، وننصح بزاف انا به الناس، خاصه الناس اللي عارفين يعني شي مصدر ثقه اللي ياخذوه منه، واللي هو لبان الذكر كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو. هو هذا يكون الحبيبات ديالو بحال هكذا، ويكون فيه مازال باقي ديال البقايا ديال الشجر، لانه هو يتحيد من الاشجار بحال هكذا. انا بيتو ليله كامله في الماء، غير الماء ديال الروبيني عادي، ماشي ما ورد ولا ما زهر ولا شي حاجه، غير الماء عادي. شوفوا من يكون اصلي، لان بزاف ديال الناس يقول لك بغيت نعرف كيف زعما الفرق بين الاصلي ولا اللي يكون مغشوش. انا قبل ما نكون نعرف الفرق بيناتهم كنت خديتو هذه واحد 3 سنين ولا 4 سنين على واحد السيد، وفاش درتو في الماء باش نجرب واش اصلي ولا ماشي اصلي، بقى كيما درتو، ما تبدلش اللون ديالو لهذا الابيض، بقى بحال هكذا في الماء. وفاش بقيت نحركو بالمعلقه بقى يدير بحال الكولا ولا بحال البلاستيك. ما طلقش البيوضه. لا ما طلقش البيوضه ديالو، ولكن هذا الاصلي هذا يطلق البيوضه ديالو. شوف هذه راه ليله كامله من بغيت ننعس درتو في الماء. هانتوما شوفوا كي تولي الحبه، شوفوا كي تولي بحال المسكه. هانتوما هاد البيوضه اللي تلقاها في الماء هي اللي عندها المنافع اللي غادي نقول لكم في الفيديو. عنده منافع صحيه للناس اللي يبغوا ياكلوا. كاين اللي ياكلوا بحال المسكه، كاين اللي يديروا بحال هكا منقوع ويشرب الماء ديالو على الريق. عنده فوائد على الجهاز الهضمي. انا ما غاديش نعطيكم لي ديتاي كاملين، لكن نتوما تقدروا تبحثوا ولا نديروا شي فيديو خاص نهضروا على الفوائد الصحيه للشرب ديالو ولا للاكل. عنده فوائد لصحة الفم والأسنان، للجهاز الهضمي، بزاف ديال الحويجات. وكاين فوائد تجميليه، هادشي علاش انايا درت الفيديو. بالنسبه للبشره يعطيها البياض، النقاوه، داك البقع الداكنه ولا السمرار ديال الشمس، سورتو في فصل الصيف. ديك البشره ديالنا من اللون ديالها يتبدل بعوامل الشمس. الحب الشباب يعني يعطي واحد النقاوه واحد النضاره للوجه رائعه. وكاين نتوما تعرفوا كاين بزاف ديال المواد التجميل اللي يخدموها بلبان الذكر، ولكن من الاحسن نوجدوا في دارنا. علاش لا؟ مكونات بسيطه ما نحتاجوش فيها شي حاجه اللي هي معقده ولا صعيبه. نديروا واحد، انا هنايا راني درت جوج غير باش نوريكم يعني في الفيديو. ها نتوما راهم بجوج بهم بياضو، وبجوج بهم طلقوا هذاك، طلقوا ولاو بحال العجينه. بحال العجينه، بحال المسكه. واصلا هي فاش تمضغ في الفم راه تولي بحال المسكه، تبقى بحال، علاش تسمى لبان ذكر؟ هي لبان، هي تمضغ بحال العلك. ونحتاجو المكون الثاني المايزينا. هادو هما جوج مكونات اللي نحتاجو فقط. غادي ناخذ شي، انا غادي غير نوريكم هنايا، غادي ناخذ بحال هكا شي زليفه ولا نديرو فيها هاد الماء اللي المنقوع يعني ديال لبان الذكر. ما نديروش حتى هادو، لا، غادي نديرو غير الماء ديالهم، ولكن بحال نحاولوا نحيدوا حتى ديك البيوضه هكذا في الماء، نحركوهم مزيان. وهادو تقدروا تعاودوا ترجعوهم لهاد الماء وعاودوا بيتوهم ليله ولا في هذا النهار، مثلا نهار كامل وهما في الماء، عاود غادي يطلقوا لكم ديك البيوضيه ديالهم وعاودوا استعملوهم. دركا بنتي غادي تحيدي غير ديك العجينه اللي لاصقه فيهم، وتحيدي ديك الحبيبات اللي لداخل باقيين ما دابوش. وهادوك يبقاو لداخل، غادي يزيدوا يذوبوا عاود في الماء. حيدوا هادي بحال هكا. هانتوما شوفوا الزلافه بيضه مراهش يبان لكم، ولكن هانتوما شوفوا طلق البيوضه اللي فيه. ديك الماء يكون بيض. وغادي نديروا واحد المعلقه ديال مايزينا. هي وصفه ساهله وزوينه وعن تجربه، انا كنت نديرها وانا راه زعما حتى عرفت النتيجه ديالها، عاد شاركت معكم الفيديو. هانتوما واحد المعلقه عامره مزيان ديال المايزينا.
ونحركو مزيان هاد الخليط. شفتوا مايزينا راه في السر تذوب هكذا في الماء، وانتم عارفين الفوائد عاود ديال المايزينا للبشره، هي تعطيها البياض تعطيها يعني واحد النضاره. وإلا جمعتو المكونين بجوج راه حاجه رائعه. صافي ها هو الماء ديالنا، غادي نديروها في شي كاسرول اللي تكون صغيره هكا، اللي تكونوا نتوما موالفين تخدموا هكا الوصفات ديالكم ديال الوجه ولا شي حاجه. وغادي ديروها على واحد النار اللي هي مهيله بزاف، وبقاو تحركوها، ما تخليوهاش وتمشيو. نار مهيله بزاف، وبقاو تحركوا بشي معلقه ديال الخشب. ما تريضوش لا من ما التحراك. تريدوش من التحراك، تبقاو تحركوا بهذه الطريقه. حركوا غير بلاتي حركوا. والمايزينا مع داك الماء راه في السعي تجمع حتى تولي على شكل كريم. بقاو معايا، انا غادي نديرها على البوطه، غادي ندير هاد العمليه هذه، وغادي نرجع معكم باش نوريكم القوام ديال الخلطه ديالنا. الكريمه ديالنا ها هي تجي على شكل كريمه. شوفوا غادي تكون في الاول بحال هكذا شويه مطلوقه، ولكن ما حدها تبرد وهي غادي تزيد تجمد معاكم. هانتوما شوفوا القوام ديالها بحال هكا من تحت، ما تخليوهاش تتقصاح بزاف. المقادير كما عطيتكم، داك الكويس صغير بحال هكا ديال الماء ديال اللبن الذكر مع معلقه كبيره ديال المايزينا، والتحريك بالمهل على نار اللي قليله حتى يولي لنا هذا القوام. وما غاديش نقدر نجربها على يدي لان راها سخونه بزاف. غتقولوا لي زعما مابقيتش نديروها ولا الكميه، ولا هاد الكميه اللي درت انا راه تبان لكم قليله، ولكن راه تبارك الله تاخذ لكم بعدا واحد السيمانه. لان ديروها واحد بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم مضره يقدروا يديروها حتى 2 مرات 3 في السيمانه. ديروها في النهار الصباح ملي تفيقوا، وديروا داك الغسول ديالكم، المهم النظافه ديال الوجه ديالكم الاعتياديه ديالكم اللي موالفين ديروها. وديروا اللبن الذكر، ديروا واحد الكميه وتديروها بحال شويه عاد سخونه، ديروها بحال هذا الشكل هذا على الوجه ديالكم. هانتوما شوفوا ما تبقاش باينه، هانتوما بهذا الشكل دهنوها على الوجه ديالكم كامل. وفاش تنشف غادي تحسوا بالبشره ديالكم تجبد. هذاك التجباد اللي غادي تعطيكم الوجه ديالكم راه تساعد حتى على دوك الخطوط ديال الشيخوخه، ولا المهم دوك الخطوط اللي يكونوا عندنا في الجناب ديال العينين، ولا راه مع المده غادي تلاحظوا بلي حتى هذوك غادي بحال يبقاو يتعمروا ولا ينقصوا. عنده فوائد اللي زوينين بزاف. كما قلت لكم يا غادي ديروها في الليل وتباتوا بها، الا قديتوا ديروها في الليل تباتوا بها من الاحسن. الصباح غادي تغسلوا وجهكم بالماء اللي شويه يكون دافي، غير باش يعاونكم على باش تحيد. راه في التحيد كي تقيسوا وجهكم بالماء غادي يبدا يتحيد. من بعد تغسلوا وجهكم بالغسول اللي موالفين تغسلوا به وجهكم، ولا الصابونه اللي موالفين تغسلوا بها وجهكم. وضروري ما تدهنوا وجهكم بكريمه اللي موالفين تدهنوا نتوما بها، الكريمه الاعتياديه ديالكم. ولا اللي ما تستعملش شي كريمه للوجه دير شويه ديال زيت الزيتون لوجهها، ما كان ما احسن من زيت الزيتون للبشره. الا درتوها في النهار مثلا ديروها الصباح ملي تفيقوا، مع ديك 2 ولا 3 تقدروا تحيدوها، ولا 12، ولا مهم فاش صافي يعني تحسوا بان وجهكم راه تجبد مزيان ولات هي بحال القشور في الوجه ديالكم. ولكن تخليوها بعدا واحد 4 ديال السوايع على الوجه. نفس العمليه غتغسلوا وجهكم مزيان وديروا شي كريمه ولا تدهنوا وجهكم لانها تنشف شويه البشره. صافي هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، والفيديو قادم